عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. عملنا المكرونه بالبشاميل وعملنا كوسه بالبشاميل. النهارده هنعمل البطاطا بالبشاميل، صينيه بطاطا هنا البطاطا بتاعتي استوت، هجيبها وهرسها اهيت. ههرسها معاك البايركس بتاعك، الطاجن بتاعك، الصينيه بتاعتك، الحله بتاعتك، ايا كانت الحاجه اللي انت هتحطي فيها. هرست البطاطا بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش ميه، غير حاجات بسيطه خالص. طبعا الميه اتبخرت، ما تغطوش الحله يا جماعه عشان الميه تتبخر. تمام. بعد ما دهنت البايركس بتاعي، البشاميل بتاعي احطه اهوت. هنبدا ايه؟ نظبط الدنيا مع بعضينا. برضو تنسيش تصلي على يشفع فيكي وقوليلي ايه رايك في البطاطا الممانجه بتاعتي. بوريكم الباركس اهوت. هنبدأ نحط ايه؟ معلقتين بشاميل في قاع البحار اهوت. ابدأ انزلي بالايه؟ بالبطاطا بتاعتك وافرديها على الصينية بتاعتك. البطاطا بتاعتي يعني مش قادرة اقول لكم اهيت. الكمية كلها ما خدتش غير ايه؟ نص معلقة، نص كوباية سكر، ربع للبشاميل وربع للبطاطا اللي بتستوي. طبعا احنا دلوقتي في الموسم البطاطا مرطرطة في السوق، داخلين على شتاء، وفي معظم الفاكهة دلوقتي ما بيبقاش موسمها، واللي بيبقى موسمه الحمد لله ماشيين عكس. الحمد لله اللي بيطلع في الصيف بيطلع في الشتاء، كل حاجة بتبقى موجودة صيف شتاء. هنا ظبطت الصينية بتاعتي اهيت. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. ما تبخليش تدخلي عليا في حكايه شيرين في المطبخ على اليوتيوب وصفحه شيرين الحداد على الفيسبوك. ادعمي لي القناه واعملي لي لايك عشان الريتش وقع، وادعي لي دعوه حلوه من قلبك براحه البال.